السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة آية، هكلمكم في الفيديو اللي وعدتكم بيه قبل كده، اللي بيتكلم عن نزلات البرد الشائعة خصوصا مع بداية فصل الشتاء. هنتكلم خاصة مع الأطفال، وهنفهم الأم كل حاجة والنصايح، وهنتكلم عن أسباب نزلة البرد والأعراض بتاعتها والعلاج منها وطرق الوقاية منها. تابعونا وإن شاء الله نقدر نفيدكم. نزلات البرد زي ما كلنا عارفين بتبقى عبارة عن عدوى في الجهاز التنفسي سواء العلوي أو السفلي. بتكون من أهم أعراضها اللي كلنا عارفينها سخانة، رشح، احمرار في العين، وجع في العظم، صداع، كحة، فقدان شهية. طرق العدوى بالنزلات البرد بتكون مباشرة، إما عن طريق إن الشخص اتعدى من رذاذ شخص مصاب. الرذاذ ده بيجي إما عن طريق الكحة أو العطس، لإما بالتلامس عن طريق اليد. كان لمست الإيد، لمست إيد كان فيها إفرازات شخص مصاب، زي برضو الكحة، أو اللي هو عن طريق برضو الكحة أو العطس، أو لإما ولمست السطح برضو كان عليه افرازات شخص مصاب، والافرازات دي ناتجة عن طريق لا اما برضو الكحة او العطس. في الحالات دي لما الفيروس بيوصل سواء للجهاز التنفسي او سواء للفم او سواء للحلق، بتبدأ تظهر اعراض نزلة البرد. عندنا كمان فترة الحضانة بتاعت الفيروس ده بتكون صغيرة جدا. فترة الحضانة دي يقصد بها الفترة ما بين دخول الميكروب الجسم لحد ظهور الأعراض، بتكون قليلة جدا من 3 أيام لحد ممكن بالكتير أسبوع. علشان كده بمجرد ما إن الشخص بياخد العدوى على طول بتظهر عليه الأعراض. عندنا من أشهر الفيروسات اللي بتسبب نزلات البرد، هي طبعا موجود فيروسات كتير، أشهرهم فيروس الإنفلونزا. فيروس الانفلونزا ده بيسبب لما بيجي الأطفال بيسبب أعراض شديدة جدا، زي مثلا سخانة والتهاب في الحلق وكحة شديدة، وده اللي احنا بنلاحظه في نزلات البرد، خاصة اللي بتبقى شديدة عند الأطفال. وممكن تسبب مضاعفات شديدة جدا فيروس الانفلونزا ده، زي الالتهاب الرئوي. وفي برضه مجموعة تانية من الفيروسات، بس الحمد لله بتكون أعراضها أخف بكتير جدا عن فيروس الانفلونزا. من اشهر الفيروسات دي البارا انفلونزا، والرينو فيروس، والادينو فيروس، والريسبيراتوري سينسيتايل فيروس. كل دول بيسببوا اعراض بس اخف شويه من الانفلونزا، بس تقريبا نفس الاعراض. طيب في حاله اصابه الطفل بنزله البرد، هنقول لكم على 6 خطوات تمشوا عليها وبالترتيب ان شاء الله. اول حاجة لازم الراحة التامة للطفل. ليه؟ علشان جهاز المناعة يقوى ويقدر يشتغل كويس علشان يقضي على الميكروب. وزي ما احنا عارفين ان الميكروب المسبب لنزلات البرد ده عدوى فيروسية. العدوى الفيروسية بتعتمد اعتماد تام على المناعة بتاعة الشخص، واحنا بنتكلم عن الأطفال حاليا. فعلشان في حالة العدوى لازم نخلي الطفل مثلا لو بيروح المدرسة يغيب من المدرسة من 3 ل4 أيام. ليه؟ علشان يحاول يسترد فيها صحته ويقوي المناعة بتاعته ويقدر يتغلب على الفيروس. دي نقطة. النقطة التانية علشان ما يعديش باقي زمايله. تاني حاجة بنعملها عند إصابة الطفل بنزلة البرد إننا بنديله سوائل كتير. ليه؟ لأن ده بيساعد إن بيقوي المناعة بتاعة الطفل وبيسترد قواه عشان يقدر يواجه الفيروس. دي حاجة. الحاجة التانية بيعوض السوائل اللي بتتفقد أثناء نزلة البرد. نزلة البرد بتيجي برشح، بتيجي بسخانة، فكل ده بيفقد فيه سوائل، رشح، بوسائل كتير جدا، بتلاقي ان ممكن يحصل جفاف. تمام. فهو كده والمناعة بتاعته بيقويها وبيعوض السوائل اللي فقدها. وده بيبقى عن طريق انه يشرب ميه كتير، عصاير فريش، نديله شوربه بانواعها. منها انه بيعوض السوائل، ومنها انه بيحصل على قيمه غذائيه عاليه، زي شوربه الفراخ، البطاطس، رز، اي حاجه ليها قيمه غذائيه عاليه وفي نفس الوقت اسمه بيعوض السوائل اللي بيفقدها اثناء الدور. الحاجه الرابعه ان احنا لازم نهتم بتغذيه الطفل. احنا قلنا نزلة البرد معناها عدوى فيروسية، ودي اعتماد اساسي على المناعة، فاحنا لازم نغذيه كويس علشان يقدر يقوي الجهاز المناعي بتاعه. وفي خطأ شائع جدا الامهات او معروف ان اثناء دور البرد ممنوع الطفل ياكل لبن او بيض او سمك، وده طبعا خطأ شائع جدا، لان اثناء دور البرد المفروض الطفل ياكل كل احتياجاته علشان يقوي الجهاز المناعة بتاعته، مفيش حاجة ممنوعة. رغم ان بتكون في فقدان في الشهية
بتاعة الطفل أثناء دور البرد. فإحنا علشان كده نحاول نخليله الأكل ياكله بطريقة سهلة، مثلا ويكون فيه قيمة غذائية عالية، يكون سهل مثلا مهروس مسلوق زي ما الطفل يحب، لأن الطفل بتكون شهيته ضعيفة شوية في الفترة دي بسبب برضو إنه بيكون عنده التهاب في الحلق. فاحنا نحاول نعلي القيمة الغذائية للأكل بتاع الطفل ونغذيه تغذية سليمة، يكون فيه مثلا نشويات زي المكرونة، رز، عيش، يكون فيه بروتينات زي مثلا سمك، فراخ. شوربة الفراخ مهمة جدا، بتكون فيها قيمة غذائية عالية. لازم نديله خضار وفاكهة، وانا بفضل العصاير الفريش، ممكن نحط معاها عسل ابيض، وكده احنا بنعلي القيمة الغذائية بتاعة العصائر. ولازم طبعا ندي الطفل ده لبن وكل حاجة من احتياجاته الغذائية علشان رد الفعل المناعي بتاع جسمه يكون اقوى ويخف بسرعة. الحاجة الخامسة ان اثناء دور البرد لازم نغسل الانف بتاعة الطفل كويس خالص، علشان نمنع ان ده اولا باستخدام محلول الملح، ممكن باستخدام ماء البحر. ده بيمنع ان المخاط ينزل على صدره ويسبب له عدوى على صدره او نزلة شعبية. دي الحاجة التانية هتنمنع من التهابات الجيوب الأنفية والأذن الوسطى. وفي كمان مشروب كويس جدا ممكن نعمله لأطفالنا، بيكون عبارة عن نص كوباية مية فيها عسل أبيض معصور عليها ليمونة أو نص ليمونة، وده بيكون قيمة غذائية عالية، ويتاخد مرتين ل3 مرات، وفعال جدا، بيساعد على ان الطفل يخف بسرعة من أعراض البرد. وبس المشروب ده يفضل يكون أكبر من سنة الطفل، ما يكونش أقل من سنة. المشروب ده بيزود من المناعة بتاعة الطفل، وبيقلل من الأعراض بتاعة الدور جدا. نيجي للحل الأخير خالص، وهو العلاج، التعامل بالأدوية. وأنا ده بفضل إنه يستخدم بأقل قدر عند الضرورة فقط، مش الخط الأول ليا. يعني أنا لو التزمت ب5 خطوات اللي قلنا عليهم، اللي هما مثلا الراحة التامة، شرب السوائل، تغذية سليمة، غسيل الأنف، والمشروب اللي قلنا عليه، 90% من الأطفال مش هيضطروا يتعاملوا مع الأدوية، لأن أنت بتقوي الجهاز المناعي وبتديله فرصة يشتغل. مفيش داعي لأي أدوية تدخل الجسم. لكن في حالة لو الأعراض كانت شديدة جدا، سخانة جامدة، ناخد خوافض حرارة. في حالة لو كانت الكحة شديدة، ناخد مهدئ للكحة أو طارد للبلغم حسب نوع الكحة. لو كان طيب في التهاب في الحلق نتعامل معاه. لو شديد ندي فرصة للجهاز المناعي ان يشتغل يا جماعة، بالذات اللي منطرش على المضادات الحيوية بالذات خاصة. يعني مثلا محلول الملح وماء البحر منفعش، نلجأ لقطرات معينة للأنف. ويفضل أي أدوية تتاخد تحت استشارة الطبيب. و70% من الأطفال يقدروا يخفوا من دور البرد بال5 حاجات اللي احنا قلناهم في الأول بدون اللجوء لأي أدوية. برغم ان موضوع نزلة البرد ده زي ما في حالات كتير منه بسيطة جدا ويقدر الانسان يخف منها بدون اي ادوية، حتى لو طفل، عن طريق انك تقوي الجهاز المناعي بتاعه، لان هو عدوى فيروسية زي ما قلنا بتعتمد اعتماد تام على المناعة، الا انه ممكن يكون خطر في حالات معينة، زي لما يكون طفل اقل من 6 شهور، ده يعني ما جازفش. مثلا في حالة طفل عنده حساسية على الصدر، طفل مناعته قليلة، طفل بياخد أدوية تقلل المناعة. في الحالات دي مجرد ما الأعراض بتاعة دور البرد تظهر على الطفل، فورا نروح لدكتور الأطفال وما نستناش الأعراض تزيد على الطفل. وفي النهاية يا رب نكون أفدناكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.